السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا اخوتي الاعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم انمي دوجو. شكرا وبالتوفيق. في مكان حيث يغطي الجليد تلال الجبال والأشجار مجموعة من الرجال خائفين مرعوبين من شيء ما خلفهم ويحاولون الهرب بجلدهم، ولكن يا أسفاه ثانية واحدة وقد فارقوا الحياة بعد اقتلاع رقابهم بواسطة سلاح دائري مألوف، حيث الجاني كان هذه الفتاة الشابة وهي تنظر إلى باقي أفراد المجموعة والذين يحاولون الفرار بحياتهم لأنه ليس لديهم أي فرصة للنجاة، ولكن يا أسفاه مصيرهم مصير أصدقائهم، ولم يتبقى سوى ذلك الذي في المقدمة هاربا بأقصى سرعته. ولكن تلك السيدة بتلويحة واحدة من يدها قامت بإرسال تلك الأنصال الدائرية بسرعة مهولة، وما هي إلا لحظات حتى وصل النصل عند الرجل لاحقا برفاقه المساكين، ونرى تلطخ تلك الثلوج شديدة البياض بلون الدم الأحمر، وأحد الرجال الذي ما زال متمسكا بالحياة يقول: اقضوا على الآنسة الشابة لساحرة الليل الأبيض. وهؤلاء الرجال هم من عشيرة المغتالين، عشيرة الزهرة الزرقاء. تم تكليفهم بهذه المهمة من قبل رجل مجهول، ولكن سرعان ما أدركوا أن خصمهم هو هذه الفتاة وهي في مستوى آخر تماما، ولهذا السبب استسلموا ويحاولون الفرار هاربين. تخبره الفتاة: إن كنتم هاجمتموني أو هربتم يجب القضاء عليكم. يحاول الرجل التوسل لحياته ولكن دون جدوى. من خلف الفتاة يأتي شخص ما ويقول: آنسة الشابة. تنتبه له الفتاة وتنادي عليه: هذا أنت يا ساريونغ. وحتى هذه النقطة يجب أن تكونوا عرفتم من هي هذه الآنسة الشابة. عندها نعرف أن الشخص المجهول المسؤول عن إرسال هؤلاء المغتالين كان هو ساريونغ نفسه، كجزء من تدريب الآنسة الشابة إيون هاسيول، حيث يبدو أنها خضعت لتدريب مكثف من آخر مرة رأيناها فيها، وأصبحت في مستوى آخر من القوة الآن. يخبرها ساريونغ أن السيدة الكبرى تستدعيها، حيث كانت السيدة الكبرى واقفة على إحدى قمم الأشجار وتنظر نحو القمر الأبيض المضيء المكتمل، حيث تأتي إليها الآنسة الشابة. تخبرها السيدة الكبرى: لقبك كملكة الليل الأبيض يناسبك أكثر الآن، إنها مسألة وقت حتى تتقني تقنية الضوء الفضي للكريستال الجليدي تماما يا إيون هاسيول، أو كما يقول لقبها مالكة الليل الأبيض، حيث تستذكر السيدة الكبرى ماضيها مع إيون هاسيول، حيث في مكان انتشر فيه الخراب والدمار وألسنة اللهب تشتعل في أرجاء المكان، كان عندها سيد الألف صوت من الموت يستشعر وجود طفلين صغيرين قد تمكنا من النجاة في هذا المكان المقفر المحترق. يا لها من قوة حياة لا تصدق، حيث أنه وبالرغم من تمكنهم من النجاة إلا أن أعينهم فارغة خاوية من أي رغبة في الحياة، أعين تبدو كما لو أنها خاوية عميقة. يقول الألف صوت من الموت: من المؤسف أنه كان عليكم أن تولدوا في مثل هذه الأوقات المضطربة، أنا بالفعل أشعر بالخجل من هذا. ما رأيكم أن تأتوا معنا؟ حيث أن مالكة الليل الأبيض السيدة الكبرى كانت شاهدة على تلك اللحظات، ولكنها تتجاهلهم وتلتفت مغادرة، ولكن أحد الطفلين يقوم بإمساكها من ملابسها. تنظر إليها السيدة الكبرى وإلى أعينها التي أصبحت لا تعرف معنى للخوف حتى تقوم بإمساكها من ملابسها. يخبرها الألف صوت من الموت: خذيها معك، ففي النهاية ستحتاجين شخصا ما لتمرري تقنياتك إليه، وهي تقنية الضوء الفضي للكريستال الجليدي. وقد قرر هو الآخر أخذ الطفل معه، ذلك الولد الصغير، ليعلمه تقنية الألف صوت من الموت. وهذا الفتى الذي كبر حتى أخذ اللقب وهو السيد دانيوب، والذي شاهدنا مصيره في الحلقات الماضية. وهنا يفترق الإخوة الصغار الآنسة إيون هاسيول وأخوها دانيوب في طريق منفصل. تنادي السيدة الكبرى على المساعد ساريونغ وتخبره أن يقوم بالتحقق من موهبة هذه الطفلة، وما إن كانت تملك خطوط الطول المناسبة يجب أن يكون الاختبار أكثر إيلاما. إذا لقت حتفها فهذا يعني أن هذه هي موهبتها، وإذا عاشت فسوف أتخذها تلميذة لي. وتزيد: قوموا بمسح ذاكرتها عن هذه الحادثة لتجنب المشاكل مستقبلا. والسيدة الكبرى هي من اختارت اسمها وهو إيون هاسيول. في الوقت الحالي تسأل السيدة الكبرى: هل تستحقرينني يا هاسيول؟ ترد عليها إيون: هذا التلميذ
لا يجرؤ على قول شيء كهذا. تقول السيدة الكبرى: لا بأس، كنت مثلك يوما ما، لقد استحقرت مدربي الذي دربني بلا رحمة، وبسبب تقنياتنا كلما تدربنا عليها كلما أصبحت حواسنا وعواطفنا مخدرة. وستبدأين في سؤال نفسك: ما إذا كنت إنسانة أم لا؟ ولكن إياك وأن تشككي في نفسك. إن لم تعودي تشعري بمشاعرك الإنسانية لا يعني أنك لم تعودي إنسانة. ضعي هذا في اعتبارك، ولا تنسي مطلقا أنك مالكة الليل الأبيض إيون هاسيول. ثم تخبرها بأنه قد تم دعوتنا لعقد التجمع العظيم، وآخر مرة صدر فيها هذا الأمر كان مصير الليل الصامت على المحك، وقد تستغرق رحلتي عدة أشهر قبل عودتي، ويبدو أننا سندخل في حالة فوضى حتى عودتي. استمتعي بوقتك جيدا، لأنه بعد الاجتماع لن يكون هنالك أي وقت شخصي لك، حيث ستعرفين للحلفاء باسم مالكة الليل الأبيض، والأعداء ستعرفين باسم ساحرة الليل الأبيض. وتشكرها السيدة الكبرى على تحمل تعاليمها وتغادر في رحلتها. وعند إيون هاسيول التي لا تعلم ما الذي يجب أن تفعله في وقت فراغها لتستمتع، حيث أن حياتها ليس فيها سوى التقنيات، الضوء الفضي للكريستال الجليدي والتدريب والقتال، فهي ليس لديها أي شيء آخر لتفعله. وأثناء تفكيرها تأتيها تلك الذكريات الضبابية المبهمة بشكل متكرر لشخص هي لا تتذكر تفاصيل وجهه ولا حتى ملامحه. تنظر إلى القمر المكتمل وتقول: أعتقد أنني سأخذ نظرة أخيرة على البر الرئيسي، فبعد كل شيء سأضطر إلى تدميره في النهاية. وتنطلق باتجاه تلك التلال الجبلية. وفي نفس تلك الليلة وذلك القمر المضيء المكتمل ينظر إليه جين مون متأملا فيه. وقد عادوا إلى ذلك الفندق بعد إنقاذ السيد الشاب من أسره، حيث عند عودتهم تكون الابنة الصغرى لجماعة التنين الأبيض التجارية السيدة يون مسرورة جدا لرؤية شقيقها الأكبر على قيد الحياة، إلا أنه سرعان ما تحول ذلك إلى يأس. ومع ذلك بما أن الكبير تانغ حائز 10,000 سم لعائلة تانغ العظيمة وعد بمعالجة أعراضه، وهذا جعلهم مطمئنين قليلا. يخبرهم الكبير تانغ بما أن الحارس هوانغ تشيول كان قادرا على منع تدفق دمائه، ولأنه سمح له أيضا باستهلاك الحبة القرمزية الفضية الروحية، حالته قد تحسنت بشكل كبير. يقول جماعة التنين الأبيض: في ظل الظروف العادية تلقي المساعدة من الكبير تانغ هو شيء من الصعب الحصول عليه، ولكنه فاجأ الجميع بعرض مساعدته شخصيا. يقول الكبير تانغ: قبل بضعة أيام بينما كنت أقوم بالتحقيق الخاص على هؤلاء المجانين، توصلت إلى استنتاج مفاده أن هذه الأعراض تشير إلى نوع ما من السم المعدني، تاج المصدر الأصلي لهذا السم من أجل صنع ترياق فعالة. إنه أمر مؤسف جدا. أولئك الأوغاد من التحالف السماوي المركزي أخذوا الصندوق الذي يحتوي على المصدر، وبذلك سيكون من الصعب صنع الترياق في الوقت المناسب. يحدق جين مون باتجاه تشونغ إن الذي يحاول النظر بعيدا. لماذا تحدق بي؟ لا يمكنني، أنا بحاجة إلى أخذ هذا إلى المقر الرئيسي. بدأ يتصبب عرقا من نظرات جين الحادة، يتوتر بشدة، ولكنه استسلم في الأخير وأعطاه تلك العينة. يلتفت جين مون إلى الكبير تانغ يعطيه العينة من أجل مساعدته على صنع الترياق. يقول كبير تانغ: عمل رائع، يا لها من هالة سامة كريهة تطلقها هذه الصخرة، هذا تماما ما كنت أحتاجه، امنحني بعض الوقت لتحليلها، وينبغي أن أكون قادرا على صنع الترياق المناسب. وبعد مرور بعض الوقت يخرج السيد هوانغ للتحدث مع جين بانفراد بعد مرور شهور كثيرة على لقائهم. هم طبعا عندما يتحدثون يجب أن يحتسوا الشاي ويتكلموا لساعات. يسأله جين مون عن حالته. حسنا، أشعر أنني بخير الآن. مع مساعدة من تقنية صقل التأسيس الثلاثي كنت قادرا على استهلاك حبة روحية قد صنعت من قبل سيد السم العظيم شخصيا. ويزيد: يبدو أن نسيم الهواء النقي بالفعل منعش، بما أنني قضيت الأشهر القليلة الماضية محاصرا في كهف. يطلب منه السيد هوانغ أن يعذره على أنه أقلقه وجعله يقطع التدريب. يخبره جين أنه أكثر أهمية من التدريب. ثم يلتفت السيد هوانغ يمينا ويسارا للتأكد من عدم وجود أي شخص، ثم يهمس في أذن جين سائلا إياه ويقول: لطالما أردت سؤالك عن هذا، لكنني لم أكن قادرا على فعل ذلك.
لأنني لم أرد التطفل عليك، ولكن سيد الشاب، إذا كنت أتذكر جيدا أعتقد أنك قلت أن الطائفة السماوية الشمالية بأكملها كانت مخطوطة فنون دفاع عن النفس، ولكن مرت سنوات منذ أن دمرت الطائفة السماوية الشمالية لدرجة لا يمكن إصلاحها، فكيف كنت قادرا على مواصلة تدريبك وحدك في الجبال؟ يقول جين: هذا ما كنت فضوليا بشأنه، كان بإمكانك سؤالي في وقت أبكر. الطائفة السماوية الشمالية بأكملها؟ لا، كامل مخطوطة فنون الدفاع عن النفس، لقد حفظتها كلها. وطبعا كلنا يعلم أن جين مون كل يوم لمدة 3 سنوات كان يقوم بمراجعة وحفظ المخطوطة بأكملها، حتى لو لم يكن يفهم بعض نصوص المخطوطة بشكل صحيح. وسبب انعزاله في الجبل لمدة 7 سنوات كان لمواصلة تدريبه وتذكر التعاليم من أجل ترسيخ كل أسس المخطوطة. يسأله جين مون عن تلك الصخرة المسحورة التي حصل عليها من القبيلة التي ذبحت من قبل طائفة القبضات المحطمة، وهي التي صنع منها سيف زهرة الجليد. يرد عليه السيد وانغ بأن المكان قريب وأنهم سيذهبون إلى هنالك قريبا، وأثناء مشيهم في الطريق يسمعون صرخات امرأة بأنها لا تملك المال، حيث يحاصرها 3 من قطاع الطرق. ولكن يتدخل السيد وانغ: أرجوكم توقفوا عند هذا الحد، لقد سرقتم بالفعل الكثير من الأشياء الثمينة. يصرخ عليه الرجل: تعلم كيف تعتني فقط بشؤونك. ثم يهاجم ذلك الرجل بقبضته، يتفاداها السيد وانغ ثم يضع يده على صدره، فقام بإرسال ذلك الرجل بعيدا بقوة عظيمة حتى اصطدم بالعمود. يصدم السيد وانغ، بل حتى جين مون مصدوم مما يراه. ينقض عليه الرجلين الآخرين، يتصدى لهما بسيفه في نفس الوقت، وبتلويحة واحدة فقط قام بإرسالهم عند صديقهم الثالث. يبدو أن السيد وانغ قد زادت قوته وتحسن التشي الداخلي بفضل الحبوب وتدريبه على مدار الوقت لحماية نفسه من آثار السم. وإذا واصل تدريبه يجب أن يصبح سيد فنون دفاع عن النفس في عالم الذروة وعند تشونغ إن الذي يراقب جين من بعيد، وذلك لأنه من عشيرة القمر الأسود، وأهم شيء بالنسبة لهذه العشيرة هو المعلومات. ويقول في نفسه محارب منخفض الرتبة من الطائفة السماوية الشمالية وانغ تشيول، رفيق جين مون الوحيد ومساعده. المهنة الحالية حارس شخصي في جماعة التنين الأبيض التجارية، وفي أرض التحالف السماوي المركزي وداخل النزل الزهور الزرقاء، حيث يتواجد مكتب المخابرات السرية بقيادة النائب سيو. يدخل رجل إلى الغرفة السرية، يحاول الحراس إيقافه، ولكن ذلك الرجل يدخل عنوة. هل تعرفتم على هذا الرجل؟ ينظر النائب سيو للجلبة خلفه، وما أن رآه حتى اشتعل غضبا من هذا الرجل الحقير، قائد فيلق المرتزقة الذي كان متواجدا في الطائفة السماوية الشمالية. وعندما كان الجميع يتم القضاء عليهم كان هو الشخص الذي تخلى عن الجميع من أجل البقاء حيا، وهو السيد جانغ بايسان، حيث يقول: أوي نائب القائد، لقد مر وقت طويل أليس كذلك؟ لقد سمعت أنك أصبحت جزءا من التحالف السماوي المركزي، لكني لم أتوقع أنك أصبحت قائد الفرقة السرية لمكتب التحقيقات. يرد عليه النائب سيو: لقد سمعت أنك أصبحت كلبا للسماوات الأربع المميتة، وكذلك عائلة البوابة الغربية، وهذه أسماء عائلات مشهورة ولها نفوذها داخل التحالف السماوي المركزي، وكذلك البر الرئيسي. يا جونغ بايسان، يغضب جونغ مما سمع ويقول صارخا: هل دعوتني لتوي بالكلب؟ وهل ناديتني لتوي باسمي دون تشريف؟ هل أصبحت مجنونا يا نائب القائد؟ يعني أنه يريده أن يناديه بالقائد كما الأيام الخوالي، ولكن خسئت. يقول النائب سيو: بما أن كلبا مثلك هنا لابد أن مرؤوسيك قد أخبروك عني. يقول جونغ بايسان غاضبا: سيو موسانغ، أنت أيها الوغد الحقير، يعلك من لقيط متعجرف أصبحت عليه، كيف تجرؤ؟ ولكن قبل أن يستل سيفه يظهر عدد من الرجال في المكان، يقترب منه النائب سيو. أوي يا جانغ بايسان، هل ما زلت أبدو مثل سيو موسانغ الذي كان دائما ما يعمل تحت إمرتك؟ لا يهم، إذا كان مالكيك هم أسياد السماوات الأربع المميتة وعائلة البوابات الغربية، يمكنني فقط أن آتي بعذر معقول من أجل قتلك والتخلص من جسدك. وجودك وكذلك اسمك جانغ بايسان يمكنني محوه وكأنك لم تكن موجودا من قبل. يصاب جانغ بايسان بالذعر الشديد، ولكن في نفس الوقت بالغضب الشديد بسبب الاستحقار الذي لحق به، ولكنه يدرك أن كلام النائب سيو حقيقي، ثم ينحني ويقول بأدب واحترام: هير يونغ من البوابة الغربية،
يبحث عنك يا قائد قوات التحقيق الخاصة. يتفاجأ النائب سيو من هذه الكلمات ويقول في نفسه: أفترض أنهم أصبحوا مدركين بوجود سيدي. وفي هذه الليلة الطويلة بقمرها المكتمل، وعند الباحث ذو 3 عقول الذي يقوم بممارسة عاداته كمجنون وهو على قارب في منتصف البحيرة، يأتي جين مون من خلفه حيث قفز كل تلك المسافة نحو القارب. وبطبيعة الحال الباحث ذو 3 عقول يسأله عشرات الأسئلة في نفس اللحظة: لماذا لم تغادر مدينة اليشم؟ كيف تمكنت من اختراق أوهامي مجددا؟ ووصولك إلى هنا بحد ذاته سؤال. هنالك الكثير من الشائعات حولك منتشرة في البر الرئيسي أيها النصل الشمالي. بعد تعاملك بمفردك مع الوضع في مقاطعة يونام، وبعد أن يقدم له بعض الشاي، يقول الباحث: أجبني، هل أنت جين مون قائد الجيل الخامس للطائفة السماوية الشمالية؟ بطبيعة الحال جين دائما ما يعرف عن نفسه باسمه الأول فقط، جين، دون قول هويته الكاملة. ولكن الباحث تمكن من اكتشاف هذا السر العظيم وتحديد هوية جين مون بالتحديد. يصمت جين للحظات ثم يحتسي شرابه دون قول كلمة واحدة. يخبره الباحث: يبدو أنني على حق. إذن ما هي خطتك؟ هل تخطط للانتقام من اللوردات ال4 العظماء للطائفة السماوية الشمالية، أو للانتقام من التحالف السماوي المركزي، أو هل ستقوم بإعادة بناء الطائفة السماوية الشمالية، أم ربما أنك تحاول السيطرة على السماوات؟ صمت جين للحظات ويفكر بعمق ويقول: أنا لست متأكدا من نفسي. قد تعتقد أنني أخطط لشيء كبير، ولكن في الحقيقة أنا لا أملك أي شيء طموح في الاعتبار. أنا ببساطة أحاول أن أعيش كل يوم على أكمل وجه. ومع ذلك هنالك شيء واحد مؤكد: أنا لن أخون صوتي أبدا. ويزيد أنه يريد أن يعيش حياته وفقا لرغبات قلبه. إذا كانت الرغبة هي السعي للانتقام، فإذا يجب أن يفعل ذلك فقط. أو إذا كانت هذه الرغبة هي السيطرة على السماوات، فسوف يفعل ذلك أيضا. ثم يسأله جين: هل أنا مثالي أكثر من اللازم؟ يصمت الباحث للحظات ثم يصرخ ضاحكا ويقول: إذن لديك شيء يعلك من وغد مضحك. أنت تريد أن تعيش حياتك وفقا لرغبات قلبك. ثم ينظر إلى جين بعيون حادة ويقول في نفسه: ومع ذلك حتى لو كنت شخصا مثاليا، فإن المثالية لها أشكال متعددة في جوهرها. هنالك المثاليين الذين يتكلمون بالهراء وليس لديهم أي أسس أو مبادئ لمثلهم. لهذا السبب هذا الرجل بالتأكيد لديه شيء في الاعتبار، حتى ولو كان ما قاله بسيطا. ويزيد قائلا: أعتقد أنه من المهم من وقت لآخر علي أن أعيش حياتي ببساطة مثل هذا الرجل. ربما يجب أن نتعلم الاسترخاء قليلا. ويقول بصوت صارخ: أحتاج حقا أن أعيش حياتي وأتبع ما يرغب فيه قلبي. أنا الباحث ذو 3 عقول هاجين وول. يزيد في نفسه: القليل من الناس يمكنهم فعل ما فعله هذا الرجل، فهم إما أن يكونوا أبطالا يقودون الجيل المستقبلي، أو أشرار يسعون لنشر الفساد. وهو نفس الكلام الذي قاله تشونغ إن عن بطلنا جين مون السابق. يطلب منه الباحث أن يصير تابعا له ورفيقا له في رحلته الطويلة. ثم يتبع: سأحتاج إلى القيام ببعض الاستعدادات لهذه الرحلة. هنالك الكثير من الأشياء التي سأحتاج إلى حزمها، وسأضطر إلى إنهاء الأمر مع الأرملة الشابة السيدة يو. تظاهر بأنك لم تسمع هذا. ربما يقصد هنا أنهم ذاهبون إلى رحلة قد لا يكون فيها خيار العودة مرة أخرى، ويريد أن يودع زوجته. على أي حال سوف أغادر الآن، وسنلتقي في اليوم الذي ستغادر فيه مدينة اليشم، وعند عودة السيد هوانغ وجين مون إلى النزل، حيث كان السيد الشاب الثالث لجماعة التنين الأبيض التجارية بانتظارهم، وذلك لشكرهم امتنانا لما فعلوه من أجله. ويزيد الكبير تانغ: يجب عليك استهلاك الترياق الذي أعددته لك على أساس يومي، وذلك على الأقل لمدة 3 أشهر حتى تتعافى جميع أعضائك الداخلية المتضررة. ثم بعد ذلك ينادي على السيد هوانغ من أجل بدء العلاج. أما عند جين الذي يخبر الآن سامي: يا له من أمر مريح، كيف تمكنتم من صنع ترياق لهذا السم بهذه السرعة؟ تخبره أنهم قد تمكنوا في وقت سابق من فحص أحد أولئك المجانين، مما ساعدهم في صناعة الترياق بشكل أسرع، وذلك اعتمادا على تقنيات عائلة تانغ، وهي تقنية تستخدم الوهز بالإبر لاستخراج والتخلص من الطاقة السامة من خطوط الطول الداخلية. وبمجرد إزالة ذلك السم من جسم السيد يون كان قادرا على التعافي بسرعة. ثم يقول جين: لقد سمعت أن مكتب التحقيقات بالتحالف السماوي المركزي قد وصل إلى مقاطعة يونام قبلنا بشهرين،
شهرين، حتى أنهم قاموا باستخدامكم كطعم من أجل مواصلة أبحاثهم. لذلك مع كل ما حدث أنا منذهل من عائلة تانك وقدرتها على التوصل إلى ترياق في غضون بضعة أيام. تقول الآنسة ماي: لا يجب عليك أن تكون معجبا بي، أنا لست مثل عمي، أنا غير قادرة على أن أصبح حاملة سموم لأنني ولدت بجسد ضعيف يرفض السم، لذا لم أتمكن أبدا من تعلم تقنيات السم المناسبة. كان هذا كله ممكنا بفضل عمي سيد السموم العظيم. يصمت جين للحظات ويقول: ولكن مع ذلك بسببك الآنسة ماي لا يزال الكبير تانغ على قيد الحياة حتى يومنا هذا. كنت أنت من أبقى عمك على قيد الحياة في العديد من المواقف التي تهدد الحياة. ليس هذا فقط، بل تقنية الوخز بالإبر التي استخدمتموها كانت تتطلب مساعدتك، أليس كذلك؟ هذا وحده مثير للإعجاب. ثم يزيد: شكرا على عملك الشاق. تلتفت الآنسة ماي بعيدا محرجة من كلماته وتقول: الأمر ليس كذلك، أنا لم أفعل الكثير. وعند السيد يون الذي يقوم من مكانه باتجاه جين ويقول: سيد جين، أنا حقا ممتن لكل ما قمت به، كنت قادرا على العيش بفضلك. أختي الصغيرة أخبرتني بكل شيء، يبدو أنك مررت بالكثير من المشاكل بسببي، سأحرص على رد لطفك هذا. ويكونون ممتنين أشد الامتنان لجين. ثم يقول: إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لا تتردد في سؤال جماعة التنين الأبيض التجارية، من الآن فصاعدا سيكون لديك الدعم الكامل منا. يحني جين رأسه ويقول: أنا حقا لم أفعل هذا من أجل الحصول على نوع من التعويض، فعلت ذلك فقط من أجل عمي. على أي حال تشرفني كلماتك. ويقول السيد يون في نفسه: هذا الرجل من المحتمل أنه سيترك علامة كبيرة في عالم الموريوم. وعند القائد سونغ يصرخ قائلا: حسنا، دعونا نعود إلى المنزل في خلال 3 أيام، فليستريح الجميع جيدا وتأكدوا من الاستعداد للرحلة. وفي الوادي الحزين وعند كهف اليأس نشهد تدميره كليا من قبل جماعة التحالف السماوي المركزي، بعد أن قاموا بجمع جميع الأدلة التي تلزمهم لإثبات وجود الليل الصامت وتدميره حتى لا يعود شخص للبحث عن الأدلة. يحضر المساعد عند القائد جيوك ويخبره أن السيد يون السيد الثالث لجماعة التنين الأبيض التجارية قد استعاد وعيه وبدأ يحقق التعافي. عندئذ يصك على أسنانه ويقول: إذن لقد تمكنوا من العثور على الترياق قبلنا، ونحن قضينا عدة أشهر في البحث عن العلاج قبلهم، ولكننا لم نصل لأي نتيجة. ما كان يجب أن نتجاهل معرفة وقوة عائلة مشهورة مثل عائلة الكبير تانغ. ويزيد المساعد: القبضة الشيطانية جو تشيون وو قد اختفى، على الرغم من أن طائفة القبضات المحطمة قد أغلقت أبوابها. يبدو أن مكان وجوده غير معروف حاليا. وهنا نعرف يا أصدقاء أن السيد هيودونغ قد تمكن من إخضاع طائفة القبضات المحطمة وجعلهم يغلقون أبوابهم، وحتى أنه قام بحبس ابنه كيونغ وأخذه كرهينة. عندما أخبر هيودونغ القبضة الشيطانية أنهم يجمعون الشباب لتكون قوة مستقبلية لدفاع عن البر الرئيسي، والمشكلة الآن هي اختفاء السيد جو تشيون وو القبضة الشيطانية. ثم أمر القائد جيوك جنوده بالتراجع حتى ينضموا إلى القائد هيودونغ في أقرب وقت. وعند أبطالنا الذين يستعدون للرحيل والعودة إلى مدينة نانجو نسمع شخصا يصرخ من بعيد قائلا: أنا آت انتظروني. يلتفت جميع من في المكان إليه ونرى رجلا يركب على عربة يجرها ثور رافع ليديه صارخا: أيها النصل الشمالي، لقد وصلت أخيرا، سوف أرافقك من الآن في رحلتك. وبعد عدة ساعات من تحركهم ينظر جين إلى الباحث ذو 3 عقول والكبير تانغ، حيث يبدو أنهم يمضون وقتا ممتعا ويتحدثون سويا. يبدو أن العباقرة ينسجمون معا. وعند النائب مهوان نائب قائد السرية الحديدية يحاول استراق السمع إليهم ويقول: هل هذا هو الرجل المشهور ببراعته في الدراسة الذاتية، الباحث ذو 3 عقول؟ هذه هي المرة الأولى التي أراه فيها شخصيا. ويقول أنه يمتلك قدرا لا يصدق من المعرفة. يبدو أن السيد ذو القرار الحكيم قد وجد شخصا ذا خبرة وعلم أكثر منه. ومن خلف جين يأتي إليه السيد هوانغ ويقول: أعتقد أنك ذكرت آخر مرة أنك أردت زيارة المكان الذي جاءت منه تلك الصخرة. إنه في الواقع ليس بعيدا عن هذا المكان. إذا ذهبنا باتجاه الشمال يجب أن نصل إلى مكان يسمى الجبال ذات القمم السوداء، وهي تبعد حوالي نصف كيلومتر. ثم يستأذن السيد هوانغ من قائد الحرس غونغ ويخبره أنهم سوف يهتمون ببعض الأمور الشخصية. ويبدأ الاثنان بالتحرك باتجاه تلك القبيلة منفصلين عن البعثة. ويقول القائد سونغ في نفسه:
إنه واحد من أقوى الناس هنا. لا أشعر بشعور جيد حيال هذا الأمر. ماذا سنفعل إذا واجهنا مشكلة في غيابه؟ وبعد ذهابهم ببعض الوقت يقوم الفتى مون بوضع علامات على الأشجار والأرض حتى يتمكن جين والسيد هوانغ باللحاق بهم بسهولة، ولكن في أثناء انشغاله بتلك العلامات يصطدم بشخص واقف أمامه، وذلك بسبب توقف كامل البعثة عن الحركة. وفي مقدمة البعثة فرقة السرية الحديدية الذين يتفاجؤون برجل ضخم يرتدي الحراشف الذهبية يقف أمامهم ومعه مجموعة من الرجال يسدون الطريق، وهو ليس أي شخص إلا السيد جو تشيون وو القبضة الشيطانية. وعند جين والسيد هوانغ الذين انفصلوا عن البعثة متجهين إلى مكان تلك القبيلة، ونرى وصولهم إلى مكان حيث ينتشر فيه الخراب والدمار ولا توجد فيه آثار للحياة. ينظران إلى هذه المشاهد بغضب شديد، حيث يقول السيد وانغ: أنا لست متأكدا تماما، ولكن قبل سنوات مررت بهذا المكان خلال إحدى رحلاتي ووجدناه في حالة من الدمار الشديد، وهذا المكان هو المكان الذي وجدت فيه تلك الصخرة التي صنعت منها السيف، ونظرا لأنها كانت صخرة غير عادية فقد جلبتها معي أملا في أن توفر نوعا من الفائدة للسيد الشاب. وبالإضافة إلى حقيقة أن طائفة القبضات المحطمة هم الذين دمروا هذا المكان، فأنا لا أعرف أي شيء أكثر من ذلك. وأثناء تجولهم خلال ذلك الدمار يكمل: ما زلت غير متأكد من سبب خروج طائفة القبضات المحطمة عن طريقها للقيام بذلك. لم يكن هنالك أي فائدة من قتل هؤلاء الناس. ثم يصلون عند مدخل إحدى الكهوف، ويقول السيد هوانغ: هذا هو المكان الذي اكتشفت فيه تلك الصخرة التي سقطت من السماء. وما أن دخلوا إلى الكهف حتى بدأ السيف صخرة الجليد بالاهتزاز والارتجاج والأنين كما لو كان متألما ويصرخ غاضبا. ينتبه له جين ويقول في نفسه: إن صرخاتك تزداد قوة. ثم يظهر طيف زهرة الجليد ويقول: إن الحقيقة مخفية خلف تلك الأكوام من الصخور داخل الكهف. ينطلق جين نحو الصخور ويبدأ في نقلها عن الطريق، وبعد بضع ساعات تمكنا من نقل كل تلك الأكوام جانبا. وما نزاحوا تلك الأكوام حتى دخلوا إلى الكهف ووجدوا مشهدا مرعبا تقشعر له الأبدان، أقل ما يقال عنه مشهد تخلو منه الإنسانية، ونرى العشرات لا بل المئات من الجثث ملقاة في أرجاء المكان. ينظران لهذه المجزرة والقلق يبدو على وجوههم، ويبدو أنه حتى بعد كل تلك الجثث والدمار الذي رأيناه في الخارج لم يكن ذلك كل شيء. نجد أنه قد تم نحرهم من رقابهم وقطعت أوتارهم من أيديهم، كما لو أن الفاعل أراد استخراج كل الدم من أجسادهم، كما أن كل تلك الجثث هم من النساء فقط، ويبدو كما لو أن أجسادهم تحنطت، وأن من فعلها قام بإغلاق المكان لإخفاء الدليل على ممارسة مثل هذه الشنائع. يقول جين: لقد سمعت قصصا عندما كنت صغيرا عن فن يشتمل على 10 جثث مجروحة من النساء الشباب وحفرة عملاقة. إنه الفن الشيطاني الذي يشتمل على الدم النقي للنساء، وذلك من أجل زيادة الشي الداخلي الخاص بك أضعافا مضاعفة. هذه الطريقة العنيفة والغير إنسانية كان واجبا على عالم الموريم أن يحظر استخدامها. ولكي نعرف ما الذي حدث لهذه القبيلة يجب أن نرجع بالأحداث إلى الوراء، حيث كان هنالك قرية صغيرة تقع بعيدا في أعماق الجبال. كان الناس في البر الرئيسي يسمون هذا المكان بالجبال الملعونة، لكن الناس الذين يعيشون في هذا المكان لم يتفاعلوا مع الغرباء، وبدلا من ذلك كانوا منغلقين على أنفسهم، وأطلقوا على مكانهم بالجبل المقدس لأنه كان يحتوي الكثير من الطعام. ولكن منذ سنوات عديدة سقط نجم فجأة من السماء وترك حفرة كبيرة، وأطلق على تلك الصخرة اسم الصخرة العظيمة، حيث كانت سيدة القرية وسكانها يضعون تلك الصخرة في مكان مرتفع. كلنا نعلم أن هذه الأشياء لا تمت للواقع بصلة وليس لها علاقة بديننا الحنيف، وكلها خرافات وأكاذيب. تسمع تلك السيدة صوتا من الخلف وصرخات تتعالى في أرجاء المكان، وعند التفافها تجد مجموعة من الناس الغرباء في وسط القرية يقومون بقتل سكانها وحرق منازلها. تنطلق إليهم جارية: ما الذي يجري؟ لماذا تقضون على شعبي؟ ما الخطأ الذي ارتكبناه لنحصل على مثل هذه العقوبة؟ حيث كانوا يقضون على الرجال ويأسرون النساء. ينظر إليها ذلك الظل ويقول: لقد وفرت لنا الوقت بقدومك إلى هنا. ويضربها حتى فقدت الوعي، ويقومون بسحب جميع النساء نحو ذلك الكهف. عندما تستيقظ الفتاة وتبدأ بفتح أعينها نرى مشهدا دمويا، حيث الدماء تتساقط كالأمطار على الأرض.
داخل تلك الحفرة، وهي تلك الجثث لأولئك النساء المعلقات فوق، بعد أن قاموا بنحر رقابهم وقطع أوتارهم لتصفية دمائهم. وذلك الظل الذي استعد للدخول إلى تلك الحفرة المليئة بالدماء، وتلك السيدة تنظر إليهم وتقول: حتى بعد أن أصبح روحا سأنتقم لما فعلتموه. عندها يتم القضاء عليها في هذا المشهد العنيف، وذلك الرجل الذي لا نعرف من هو ومن أين جاء تعلو ضحكاته أرجاء المكان كما المجنون تماما، وابتسامة الشر مستمتعا بهذه الأفعال القاسية. وخارج تلك القاعة عند مدخل الكهف تكون تلك الصخرة والتي تشبعت وتأثرت بمشاعر تلك الآنسة الشابة، وتمتلئ بالحقد والكراهية تجاه أولئك الأوغاد. وجين الذي ما رأى تلك الأحداث يبدأ في البكاء بحرقة، والدموع تنزل من عينيه، ويقول: يا عمي جو، لم تقم فقط بخيانة الطائفة السماوية الشمالية بدافع الجشع، ولكن للاعتقاد أنك خرجت عن طريقك للتضحية بحياة أولئك الأبرياء، وقمت بذبح سكان مدينة اليشم وإجبار أتباعك على تعلم فنون الدفاع عن النفس المحرمة التي تقصر العمر، بالإضافة إلى ذبح سكان هذه القبيلة من أجل الحصول على المزيد من القوة. كيف تجرؤ على تقدير حياة الآخرين بهذا الاستخفاف؟ في مرحلة ما من حياتك كنت محاربا فخورا تقف ضد الليل الصامت. هل أنت جو تشيون وو أحد السماوات الشمالية الأربعة الذي كان يحمي حياة الكثيرين؟ إلى أي مدى ستسقط أيها الفاسق الوغد؟ عندها يشتعل جين غضبا لما رأته عيناه، ليس هو وحده ولكن زهرة الجليد التي بدأت قوتها في الانتشار في أرجاء المكان، بكاء وسخطا لما حدث لقريتها، حيث توعد النسل الشمالي بالانتقام من القبضة الشيطانية. وعند أصدقائنا من البعثة والقائد سونغ ينظر بتوتر وقلق نحو الداهية القبضة الشيطانية جو تشيون وو، ويقول في نفسه: لماذا يتواجد شخص مثله في هذا المكان؟ ولكن يقطع ذلك الصمت القبضة الشيطانية ويقول سائلا: هل أنت هو النسل الشمالي؟ وفقط من سؤاله وانتشار هالته المرعبة في المكان يقشعر القائد سونغ، كما لو أن بينه وبين الموت شعرة، والقلق والتوتر والخوف ظاهر على ملامح وجهه. يقول في نفسه: يا له من حضور مهيب، هل يبحث عن جين بسبب ما حدث في مدينة اليشم؟ ألا يجب أن يكون تحت المراقبة بعد إخضاعه من قبل التحالف؟ إنه ليس مجرد شخص، إنه زعيم وقائد طائفة القبضات المحطمة، القبضة الشيطانية جو تشيون وو. سأحتاج للخروج من هذا الوضع بأسرع ما يمكن. لا يوجد لنا سبب لوضع أنفسنا في خطر لا داعي له. أولويتنا القصوى هي أن نكمل مهمتنا دون أن نتعرض للمزيد من الخسائر. يقولها والخوف والتوتر ظاهر على وجهه، حاله حال بقية أفراد السرية الحديدية. وعند الكبير تانك والباحث ذو 3 عقول ينظرون إلى ما يحدث. يقول الباحث في نفسه: إذا كنت أتذكر بشكل صحيح فإن مجموعة الليل الصامت قد تنكرت في زي سكان مدينة اليشم، وقاموا باختطاف التجار المسافرين لتحويلهم إلى مجانين، ولكن بدلا من معاقبة الأفراد بذبح المدينة بأكملها. يبدو أنه كان متأكدا أنه من خلال القبض على أفراد الليل الصامت وتحرير كبار المسؤولين في مدينة اليشم أنه سيتمكن من كسب الثقة والاحترام في جميع أنحاء الموريوم، ثم يستغل ذلك التأثير للتستر على أفعاله الشنيعة. لكن مع مرور الوقت أصبح معروفا للعالم بأسره الوحشية التي ارتكبتها تلك الطائفة. هذا هو السبب في إغلاق الطائفة لأبوابها بعد أن اهتز نفوذها وقوتها. ومع ذلك تم أخذ ابنه أيضا، وهو ما يزيد من كراهيته للتحالف السماوي المركزي. لا أستطيع أن أتخيل مدى الغضب الذي يشعر به، وربما يحاول إلقاء اللوم على جين في هذا كله. كان الرجل يشبه الدب متعطشا للعنف، ويبدو أن الأمر على وشك أن يصبح معقدا. ولكن بكل أدب واحترام قام القائد سونغ بتحيته قائلا: هذا هو السيد يونغ موسانغ. يظهر احترامه. للأسف الشخص الذي تبحث عنه الآن غير موجود في هذا المكان. كان يسافر معنا لبعض الوقت، ولكن كان لديه بعض الأمور الشخصية ليعالجها، وقد غادرنا مؤخرا، ونحن لا نعرف وجهته أو مكان تواجده حاليا. ومع ذلك فإنه سيعود إلينا بمجرد أن ينتهي من أموره، وأنا متأكد أنه سيصل في النهاية. ثم أضاف القائد سونغ: إذا كان هذا غير مرض لك، ربما من الأفضل أن ترسل بعض رجالك للبحث عنه.
نحن في مهمة حاليا لمرافقة السيد الشاب الثالث من جماعة التنين الأبيض التجارية، بالإضافة إلى عائلة تانغ من سيشوانا. نظر إليه جو تشيون وو نظرات عدم رضا مما يسمع. تابع القائد سونغ قائلا: أيها القائد العظيم، أرجو من طائفة القبضات المحطمة أن تسمح لنا لمواصلة رحلتنا. أيها الوغد الحقير، هل تحاول تهديدي من خلال ذكر تلك الأسماء التافهة لجماعة التنين الأبيض التجارية وعائلة تانغ من سيشوان؟ يقول القائد سونغ: لم يكن هذا ما كنت أحاول أن ألمح إليه. يقول زعيم طائفة القبضات المحطمة: دعوني أدخل مباشرة إلى الموضوع. بسبب الأحداث الأخيرة أنا لست في مزاج جيد. إذا لم أتمكن من التخلص من هذا الغضب لا أعتقد أنه يمكنني السماح لكم بالذهاب عن طيب خاطر. يبدو أنني سأحتاج لإخراج غضبي عليكم أنتم. إذا فعلت ذلك فمن المحتمل أن يثير النسل الشمالي نفسه. وبابتسامة ضاحكة شريرة يقول: أيها الشاب، يجب أن تتشرف أنك ستموت على يدي. ثم يزيد: اقتلوهم جميعا. يسأله القائد سونغ: أنا ننتظر، ما الذي تعنيه بهذا؟ ثم بكل توتر وخوف يقول في نفسه: القبضة الشيطانية أيها الحقير، هل جننت؟ هل ستعصي أوامر التحالف السماوي المركزي بجدية؟ هل تحاول قلب البر الرئيسي ضدك أيها الوغد؟ يأتي نائبا القائد سونغ من خلفه ويقولان: إن ما يحدث غير منطقي تماما، يجب أن ندخل تشكيل المعركة في الحال. ويقول القائد سونغ بصوت عال: اللعنة عليك، يعلك من رجل خرف، كيف تجرؤ على فعل هذا؟ لقد قلنا لك لا نعرف أين ذهب، أردنا فقط أن نهتم بشؤوننا الخاصة، فلماذا تقوم بمثل هذا الهراء؟ ثم يصرخ قائلا: السرية الحديدية. ونرى الجميع دخلوا تشكيلة المعركة مستعدين للقتال. ويقول القائد بعلو صوته: هل أنت حقا القبضة الشيطانية، واحد من السماوات الشمالية الأربع العظماء؟ ويقول جو تشيون وو: كيف تجرؤ على ذكر اسمي بهذا الاستخفاف؟ يبدو أن الجميع قد نسي ما يعنيه أن تكون واحدا من السماوات الشمالية الأربع العظماء. أيها الأوغاد الحقيرون، إياكم والتقليل مني. هذه القبضة وحدها هزمت المئات من جماعة الليل الصامت. السلام الذي تمتعتم به حتى الآن كان بسبب جهودي وقوتي، بدءا من أوغاد التحالف السماوي المركزي في محاولتهم لمعاقبتي على الإجراءات التي اتخذتها في مقاطعة يونام ورفضهم ترك الأمر يمر بسلام. أنا لن أترك كل شيء يذهب، لن أتغاضى بعد الآن عن أفعالهم. لذا بمجرد أن أقوم بالقبض على النسل الشمالي سأتولى أمر السماوات بأسلوبي. في الواقع هذا كان يجب أن يتم في المقام الأول. ويقول بغضب شديد والبأس يملأ وجهه: هذا هو السبب في أنه لا يجب التقليل أو السخرية من أي من أفعالي أو كلماتي، لأنني تجسيد العقل والعدالة والسلطة. يقفز القائد سونغ عاليا صارخا: أيها الوغد المختل، مشيرا لسيفه منقضا عليه. وفي مكان آخر وعند جماعة التنين الأبيض التجارية يصرخ قائد الحرس جو تشيون وو: لقد أعماه الغضب، يبدو أننا لن نستطيع الحديث معه. يا حراس جماعة التنين الأبيض التجارية، ارفعوا سيوفكم استعدادا للقتال. وعند الكبير تانغ يقول: الوحش الذي عاش حياته كلها يقتل الآخرين في ساحات المعارك، يبدو أنه يتبع رغباته الدنيئة بعد أن كان هادئا لسنوات عديدة. ولا حتى مجموعة من قطاع الطرق من الدرجة الثالثة ستذهب إلى هذا الحد. أشعر بخيبة أمل كبيرة فيك أيها القبضة الشيطانية. وعند الباحث ذو 3 عقول يقول في نفسه: يبدو أن هنالك 20 فردا من جماعة القبضات المحطمة، بالإضافة إلى قائدهم جو تشيون وو. بالافتراض أن القائد سونغ قادر على الصمود في وجهه، سيتعين علينا نحن 50 فردا من حراس جماعة التنين الأبيض، وكذلك 8 أفراد من السرية الحديدية مقاتلتهم. ثم ينظر إلى ساحة المعركة ويقول: يتكون محيطنا من أرض مسطحة وأشجار كبيرة على كلا الجانبين، وهنالك نسيم لطيف في الهواء والطقس صاف وربما تمطر بغزارة. ثم ينادي على الفتى مون ويقول: تعال إلى هنا. أنا متأكد إلى حد ما أنك حددت 17 مكانا في طريقنا إلى هنا. صحيح، يتعجب الفتى مون، وذلك بالرغم من أنه كان يتحدث كل ذلك الوقت مع الكبير تانغ، إلا أنه كان مركزا متى لاحظ ذلك. ويخبره: لدي مهمة لك، هل يمكنك الذهاب ويرفق هذه الأشياء بالأماكن التي قمت بوضع علامة عليها؟ ويعطيه مجموعة من الشرائط ويقوم بالهمس في أذنه ويخبره باقي الخطة. ولكن يصاب الفتى مون بالتوتر: هذا صحيح، ولكن هل تعتقد أنني أستطيع فعل ذلك؟
ثم يطبطب عليه الباحث ذو 3 عقول ويقول: يمكنك فعلها يا مون، استمر في إخبار نفسك أنه يمكنك القيام بذلك، وفي نهاية المطاف سيصبح ذلك حقيقة واقعة. أنا أؤمن بك، لدي إيمان أنه يمكنك القيام بذلك. وببعض من التحفيز ينطلق الفتى مون وعند جماعة السرية الحديدية الذين ما زالوا واقفين وينتظرون قرار نائب القائد موهوان لكي يعطي الإشارة لبدء الهجوم، ولكن حينها يسمع موهوان صوتا بالتخاطر ينادي عليه. يلتفت خلفه بكل تعجب ويقول: رسالة تخاطرية. يزيد الصوت: أيها المخطط الاستراتيجي للسرية الحديدية، السيد ذو القرار الحكيم، عندما أعطيك الإشارة تأكد من الهجوم مع القوة الكاملة. يتعجب موهوان من هذه الكلمات ويقول: ما الذي تخطط له أيها الرجل؟ وعند الفتى مون الذي ينطلق في جميع أرجاء المكان باحثا عن تلك العلامات التي وضعها على الأرض والأشجار، باذلا كل جهده يقوم بوضع الأشرطة على العلامات في تلك الأماكن، ويأتي راكضا باتجاه الباحث ويخبره أنه قد قام بإلصاق جميع الأشرطة وسوف يذهب لوضع آخر شريطين على الأشجار التي توجد بكلا الجانبين من الطريق. يتحمس الباحث ويقول: حسنا، هيا لنبدأ العرض الآن. ثم يرفع يديه إلى السماء ويقول: ها هي آتية الآن. ينظر النائب إلى الباحث: ماذا يفترض بي أن أفعل الآن؟ أسرع وأخبرني. ونرى تشكل سحابة من الغبار خلف فرقة السرية الحديدية، ينظر إليها أفراد طائفة القبضات المحطمة ويقولون: ماذا؟ هل هم مزيد من الجنود؟ هل هي التعزيزات؟ ولكنهم يفاجؤون بشيء غريب وينظرون بتمعن إلى أسهم تخترق السماء، الآلاف منها تتجه باتجاههم. يصرخ أحدهم: ابقوا في أماكنكم، هذه الأسهم لن تكون قادرة على اختراق أذرعنا بسهولة. يبدأ أفراد جماعة طائفة القبضات المحطمة بأخذ وضعية دفاعية خوفا من تلك الأسهم، ويحاولون التراجع للنجاة بحياتهم ويخفضون حذرهم اتجاه أصدقائنا. يقول الباحث ذو 3 عقول بالتخاطر إلى موهوان: الآن. وما هي إلا ثوان حتى صرخ النائب موهوان: الآن هي فرصتنا أيتها السرية الحديدية. تبدأ جماعة السرية الحديدية بالهجوم وينقضون على بعض منهم بسبب انشغالهم بالأوهام التي صنعها الباحث ذو 3 عقول، ويكون الكبير تانغ مذهولا مما يراه بسبب تلك الأوهام من السحابة الغبارية والأسهم. وعند الباحث يقول: إذا قاتلنا هؤلاء الأوغاد من طائفة القبضات المحطمة فعلى أرض الواقع الفرق في القوة سيميل إلى صالحهم، فهم 20 فردا من القتل المدربون. فرصتنا الوحيدة هي أن نفقدهم تركيزهم ثم مهاجمتهم على الفور بلا هوادة. هذه ليست معركة حول الفوز، إنها معركة تحمل. يجب علينا انتظار وصول جين مون إلى أطول فترة ممكنة حتى يتمكن من الوصول إلينا. ونرى جماعة السرية الحديدية قد قاموا بإيقاع أولئك القتل المدربين وهم غافلون. وفي خضم هذا الهجوم المباغت كان القائد سونغ قد قفز كالنمر موجها ضربته المباشرة نحو رأس الزعيم جو تشيون وو، لكن الأخير وبحركة خفيفة بالكاد ترى من كتفه صد الهجوم بالحراشف الذهبية، وبصوت غاضب قال: أيها الصغير الأحمق، إنك تبذل الكثير من الجهود في حركات لا فائدة منها. ثم تحرك نحوه بخطى ثابتة ودون عناء دفعه إلى الوراء، ثم سدد له ضربة بقبضته المجردة، ضربة جعلت جسد سونغ يرتطم بالأرض بعنف كأنما صدم بصخرة عظيمة. قال بعدها بسخرية: أنت مجرد مبتدئ، حركاتك يمكن لأي طفل أن يتنبأ بها. لكن وسط الركام ومن بين غبار المعركة ظهر سونغ مجددا ينقض كالوحش بتقنية روح مخلب التنين، وعيناه تشتعلان لهبا. إلا أن جو تشيون وو بخبرة سنوات المعارك الطويلة تفادى الهجوم بخفة. تراجع القائد سونغ إلى الخلف يقفز ليأخذ مسافة والدم يقطر من أنفه، وعندها قال جو تشيون وو بنظرة مشتعلة بين الغضب والحماسة: أنت أقوى قليلا مما توقعت، يبدو أن هذا سيكون تمرينا جيدا لي. ثم أضاف: أنت تستحق أن تتذوق طعم قبضتي المحطمة. وقف سونغ مجددا متخذا وضعيته القتالية ثم صرخ: لا تجرؤ على التقليل مني أيها العجوز الحقير. وكان من الواضح أنه أصيب ببعض الأضرار الداخلية. ويا أصدقائي، سأقف عند هذا الفصل وعند هذه النقطة،
كنت أود أن ألخص القتال كاملا في حلقة واحدة، ولكن سأقوم بفصلها إلى قسمين بسبب طولها الزائد. ولكن لا تقلقوا، لأنني أعلم أن بعض الأشخاص لا يحبون هذه الطريقة ويريدون مشاهدة القتال كاملا، وأنا يا أصدقائي نفس الشيء، أريد أن أستمتع وأرى القتال كاملا، ولكن رجاء تحلوا معي بالصبر، فالمقطع القادم حاليا تحت الإنتاج وسيكون جاهزا في غضون اليومين القادمين بإذن الله. ثم ثانيا يا أصدقائي، أردت سؤالكم عن القصص التي تودون رؤيتها في القناة، وبالنسبة لذلك الاستبيان الذي قمت به في المنتدى الخاص بالقناة، أكثر من 100 صوت قد صوتوا لحكاية طائفة جبل هوى، ولكن التفاعل عليها لم يكن بالشكل المطلوب، والكثير من التعليقات لم تكن ترغب في تلك القصة. فلذلك يا أصدقائي الذين وصلوا حتى هذه النقطة، أرجو أن تضعوا تعليقا بالقصص التي تريدون رؤيتها، وأن تكون مشابهة في أسلوبها لقصة النصل الشمالي، فضلا وليس أمرا. ففي النهاية أنا سأقدم ما ترغبون في رؤيته على القناة. وكما قلت بالنسبة لقصة طائفة جبل هوى فسأقوم بإيقافها، وذلك لأن أصدقائي الأساطير الذين دائما ما رأيت تعليقاتهم في جميع فيديوهاتي السابقة يشجعونني داعين لي بالاستمرار، لم أرى تعليقاتهم الجميلة في ذلك المقطع، فأنا أعرفكم فردا فردا، وعندما لا أرى تلك التعليقات أفتقدكم بشدة. وآخر ما أريد قوله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا وبالتوفيق.